تعالوا بقى نعمل افضل بفتيك كداب، يعني بفتيك نباتي بروتين عالي، بس بروتين نباتي زي ما انتم شايفين تحفه جدا. عايز شكله جميل جدا، مقرمش جدا من بره ولكن جوسي من جوه، طعمه حلو قوي. يلا بينا نشوف الطريقه، بس اول مره تشوفوني انا اسمي نعيم، ويلا بينا. هاتوا بقى ربع كيلو من البطاطس وهنسلقها كويس جدا ونهرسها بالهراسه او بالشوكه، المهم نهرسها كويس جدا. وانا الوصفه دي مش هستخدم كبه خالص. هجيب بقى كوبايه من الحمص المفروم، وهو عباره عن حمص نقعاه ليله كامله من بالليل وصفيته، وبعد كده فرمته في الكبه ما سلقتهوش. وهجيب كوبايه من الفاصوليا البيضه، بس دي مسلوقه ومسلوقه كويس جدا، وكله بقى بالهراسه بالشوكه. انا مش هستخدم الكبه لاني مش عايزه القوام بتاعي يكون كريمي قوي او ناعم قوي. هحط عليهم معلقتين كبار من البقسماط الناعم، وهنزل بالتوابل عباره عن بهارات فراخ والبابريكا، بس مش هستخدم توابل تاني كتير. وهظبط الملح بتاعنا وخلاص. تقدروا تحطوا بدل بهارات الفراخ اي نوع بهارات بتحبوها، بهارات لحمه، بهارات كفته، اللي انتوا حابينه. هنبتدي ان احنا نشكلها على الشكل اللي احنا عاوزينه. انا هشكلها كده الشكل زي البفتيك او زي البانيه كده بيضاوي. اهم حاجه السمك ما يبقاش تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني عشان نقدر ان احنا ناخد سمك كويس ويبقى مقرمش. بعد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها هبتدي ان انا هشيلها في التلاجة، وهعمل بقى الماده الصمغ بتاعتنا. هي عباره عن كم معلقه من 3 معالق من الدقيق ومعلقتين من النشا كده، وهنزل عليهم بالبهارات بتاعتي، نفس البهارات اللي استخدمتها في الخلطه، وهي بهارات الفراخ برضو والبابريكا. وهظبط الملح برضو بسيط جدا، وهنزل بالميه تدريجيا كده، عشان انا عايزه القوام المعجون دوت يكون سميك، ما يبقاش خفيف خالص ولا سميك قوي زي كده بالظبط، عشان دي طبقه التغليف اللي هتمسك معانا البفتيك في النهايه. هنا بقى في طبق تاني هنزل بقى بشويه حلوين من البقسماط، وهنزل عليهم بنفس البهارات، ولكن انا هحط هنا كركم بدل البابريكا، عشان عايزه اللون في النتيجه في الاخر يكون فاتح شويه. ننزل بقى عليهم بالعجينه بتاعتنا السائله الاول، نغلفها كويس. هي هتكون تقيله او يعني مش هتتقطع مننا، لكن هتكون تقيله كده شويه وانتوا بتعملوها بالراحه. وننزل بيه نغلفها كويس جدا، مهمه قوي من البقسماط لغايه لما تشبع مننا كده من البقسماط. ونحضرها بقى، سواء لو هتستخدموها على طبقه من الصينيه كده فيها كيس، او حطوها في العلبه لو هتفرزوها. بنغلفها كويس كده وبنشيلها، وحاولوا تستخدموا سكينه او حاجه تسهل معاكم علشان ما تتقطعش منكم. وهحطها في البقسماط، واقعد ادي بقى في بقسماط كده، واضغط عليها